ازيكم في حلقة جديدة من ايه اللي هيحصل. النهاردة هنتكلم عن ايه اللي هيحصل لو حصل حرب عالمية تالتة. ايوه، حرب عالمية تالتة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشير على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تدعمونا عشان ننزل فيديوهات اكتر. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. تخيل كده معايا يا عزيزي المشاهد، لو الارض وقفت على حافة حرب عالمية جديدة، ومش اي حرب ممكن تغير شكل العالم كله. تخيل بقى المرة دي الحرب مش هتبقى على الارض وبس، لا، الحرب هتبقى في الفضاء كمان. من وقت الحرب الباردة بين امريكا وروسيا، والناس بتتكلم عن حرب عالمية تالتة، الحرب اللي كلنا بنخاف منها. هو صح، كنا فعلا قريبين منها في الستينات، لكن الحمد لله ربنا ستر. بس المرة دي لو ما كناش محظوظين زي ما حصل في الستينات، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن حرب عالمية تقوم لو حصل مشاكل كبيرة زي الاغتيال، او حرب سريعة بين مخابرات الدول، او خناقة على الموارد البشرية اللي بتقل كل يوم. السيناريو ده فعلا بيخوف. بس تخيل كده الحرب دي هتكون كبيرة قد ايه، كل الدول تقريبا هتشارك فيها. لو الحرب قامت احتمال نشوفها في الفضاء. ايوه، في الفضاء. الدول مش هتتخانق تحت، لا، دول هيضربوا فوق. الخناقة هتبقى بأقمار صناعية. من الاخر تخيل كده معايا يا عزيزي المشاهد، جنود ببدل معدنية ومعدات حديثة جدا، وكل واحد مسلح بأسلحة ما شفناهاش قبل كده خالص. حاجات كده من المستقبل حرفيا. من الاخر كده احنا بنتكلم عن حاجات حديثة جدا زي الأقمار الصناعية المسلحة اللي بتقدر تعطل الاتصال بين الدول وتقطع الانترنت عليهم، ويمكن كمان تبعت إشاعة ليزر ودرونز وروبوتس وحاجات احنا عمرنا ما نتخيلها. حاجات كلها من الخيال العلمي. وكمان الروبوتس دي مش بعيد يبقوا هم اللي بيحاربوا بدل الجنود. حاجات بنشوفها في الافلام، بس حاجات كلها خيال علمي. بس المرة دي الحاجات دي كلها بجد. انا عارف ان كل التكنولوجيا دي مرعبة جدا، بس بصراحة كل هدفها هو انها مخيفة. المفروض ان الدول تخاف تستخدمها. يعني تخيل مثلا معايا حاجة زي الجاد دروب، دي بتخوف العالم كله حرفيا. وايه هي الجاد دروب؟ تخيل كده قطب معدني وزنه طن نزل من السماء عشان يضرب الارض، والمصيبة ان مفيش حاجة تقدر توقفه. ده نازل من الفضاء، وهو تدمير شامل من غير نووي ولا حاجة. بس للأسف الأضرار هتبقى ضخمة جدا. يا ترى الحرب دي هتنتهي ازاي؟ ولو قامت فعلا محدش عارف هي هتخلص أصلا ولا لا. لكن تخيل كده يا عزيزي المشاهد، كل ده عشان ايه؟ عشان شوية مساحات وموارد بشرية. هيبقى منطقي أكتر لو الدول ركزت في حالها وتسيب الخناقة دي بعيدة البعد كله عنها. لكن لو الحرب فعلا بدأت هيبقى المنظر غريب، واحتمال كلنا نموت. كلنا هنشوف ضرب نار في السماء بالليل، وهنشوف حاجات بتتحرك بسرعة جدا وسط النجوم. تخيل كده كل يوم نبص فوق نشوف ناس بتتخانق في الفضاء. هتبقى ضحك السنين والله. وبكده يا اعزائي المشاهدين خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. وبرضه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتشير على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تدعمونا ونقدم لكم كونتنت افضل. يلا سلام.